بستغرب جدا الأمهات اللي بترفض ترضع أطفالها لبن طبيعي. طبعا الأمهات اللي بتعمل كده غصب عنها ده عادي. لو تعرفي المعجزة الربانية في الرضاعة الطبيعية عمرك ما هتفكري كده أبدا. سبحان الله، لبن الأم فيه أجسام مضادة ومناعية بتساعد الطفل يخف أسرع لو عنده أي تعب. كمان بيقوي مناعة الطفل جدا. حاجة ربنا خلقها لنا بشكل طبيعي جدا، متوفرة طول الوقت، رخيصة جدا، مش هتاخد منك أي مجهود، مش هتقومي كل شوية تجهزي ببرونة والكلام ده. كمان الرضاعة الطبيعية بتدي الطفل إحساس بالأمان، بتقلل من إصابة التهابات الأذن، بتقلل الإصابة عند الطفل بالسكر بعد الشر، بتقلل من متلازمة الموت المفاجئ عند الأطفال. نيجي للأم بقى، بتساعد الأم في فقدان الوزن بشكل أسرع بعد الولادة. يعني بتلاقي الأم اللي بترضع طبيعي وزنها بينزل أسرع من اللي بترضع صناعي. بتقلل فرص الإصابة بسرطان الثدي أو سرطان الرحم بعد الولادة أو في العموم. كمان بتقلل النزيف اللي بيحصل بعد الولادة. الرضاعة الطبيعية دي عجيبة جدا ما شاء الله. يعني معدة الطفل في أول 6 شهور مش مؤهلة لاستقبال أي حاجة غير لبن ومية بس، ودول متوفرين في صدر الأم. بعد شوية لبن الأم بيتضاف له سكر عشان تفتح شهية الطفل. بعد شوية تاني بتلاقي اللبن دخل فيه دهون علشان الطفل يشبع. شيء مذهل، سبحان الله، ده خلقه لنا ربنا كده بالترتيب. فين تلاقي منتج غذائي يتشكل حسب احتياج الطفل اللحظي؟ مفيش حاجة تقارن بلبن الأم.